في الفيديو ده هنعرفك ايه هو ال ROI وليه مهم انك تعرفه لو بتفكر تستثمر في العقارات، وايه احسن ROI للعقارات السكنية والتجارية. ال ROI ببساطة هو نسبة بتحدد لك انت كسبت قد ايه من استثمارك وهل كان مجزي ولا لا. طب بتتحسب ازاي؟ يعني مثلا لو اشتريت شقة 120 متر في العاصمة الإدارية في شهر 10/22 وسعر المتر كان 11,000، فكده سعر الشقة 1,320,000. لو جيت دلوقتي تبيعه هتلاقي ان سعر المتر بقى 16,000، فهتبيع الوحدة ب1,920,000. فعشان تحسب ال ROI هتطرح السعر القديم من السعر الجديد، يعني 1,920,000 ناقص 1,320,000 هيديلك 600,000. اقسمها على ال 1,320,000 اللي هي السعر الأول واضربهم في 100، يعني ال ROI بتاعك هتلاقيه حوالي 45.5%. وعلى فكرة الأرقام اللي في المثال ده حقيقية واتحققت فعلا في العاصمة الإدارية بسبب تطورها السريع. قبل ما نكمل حابين نفكرك إن عقارك في العاصمة الإدارية الجديدة مستنيك. سجل بياناتك وهنبدأ معاك رحلتك مجانا عشان تلاقي مكانك في المستقبل. طب ليه مهم إنك تعرف ال ROI؟ لأنك عن طريق ال ROI هتقدر تحدد إذا كان العقار اللي هتشتريه هيكسبك ولا لأ. طب إيه هو ال ROI الكويس بالنسبة للعقار التجاري والإداري والسكني؟ بالنسبة للتجاري والإداري 10% زيادة على السعر في السنة زائد 10% من آخر سعر الوحدة إيجار سنوي يعتبر كويس. بالنسبة للسكني 10% زيادة على السعر في السنة زائد 7% من آخر سعر الوحدة إيجار سنوي يعتبر كويس. وأخيرا بنفكرك إن احتياجاتك وتفضيلاتك واختياراتك بنقدمها لك بشكل شخصي في برويكسس، وتوصياتنا مش بس كلام، إحنا كمان حطينا فيها استثماراتنا. فلو بتفكر تشتري في العاصمة وعايز تحقق أكبر عائد على استثمارك، سجل بياناتك أو كلمنا وهنساعدك تحقق أعلى عائد.